إلا كنتي كتقلبي على وصفة طبيعية كترطب وتنعم وتعطي إشراقة من أول استعمال، ركزي معايا مزيان. هاد الكريم هذا درتو مكونات غير من الدار، النتيجة صراحة صدمتني. أول مكون استعملت في هاد الوصفة عندي جيل الصبار، خديت معلقة صغيرة، ضفت عليه زيت الورد، زيت اللوز، زيت اللوز غير بعض القطرات. من بعد كنضيف زيت الخروع، كنضيف غير شويه لانها كتكون عاقده. وهنا عندي زيت الورد، كيف ما كتعرفوا زيت الورد الرائحه ديالو زوينه، يعني غتضيف واحد الرائحه زوينه للكريم ديالنا. هنا عندي حليب مجفف، غادي ندير 2 معالق، وغنخلط هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا لنا المكونات مع بعضياتهم. من بعد غادي نشوف الكريم بانه خفيف شويه، غنضيف معلقه، غنضيف ما تبقى من الحليب. ولا بغيتوه نتوما يكون عاقد اكثر ضيفوا. انا كيعجبني الكريم بحال هكا، يعني الخليط يكون القوام ديالو على هذا الشكل. وصافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات ونديرو على بشره نقيه، نخليو 20 دقيقه وكنغسلوه بالماء. ما نعرفش لكم البنات، النتيجه تاع طيب عميق، نعومه في الحين واشراقه كتبان من اول استعمال. وكيف ما كتعرفوا الوصفه ما فيهاش مواد كيماويه وبلا مصاريف. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الا عجبتك الوصفه ديري لايك وشاركيها مع الاصدقاء ومع الاحباب واي بحث محتاجاها. وما تنسيش ديري لي متابعه باش توصلي بكل ما هو جديد ديال الوصفات ديالي. ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.